بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه وايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا ومرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حاجات كتير كنت عايز اتكلم عنها من زمان، بس ما جاتش الفرصة ولا كان عندي الوقت ان انا اتكلم عنها. فيلا بينا نتكلم، يلا بينا نقول، ويلا بينا نعيد، ويلا بينا نزيد. واهلا وسهلا ومرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من مساء عمدة، او مساء الخير يا عمدة، او سميه زي ما تسميه. على العموم هما الاتنين سلسلتين منفصلتين تماما، مستقلين تماما عن بعضهم البعض. وبسجل الحلقة دي وانا بلف في البيت كالعادة، عشان انا عندي شغل ما بين الشغل ده والشغل ده. فقلت ان انا اسجل الحلقة دي لعل وعسى ان انا اطلع اللي جوايا. الهدف من المشروع كله من الاول والاخر محمد عماد الدين عمدة، اللي هو انا مين؟ انا محمد عماد الدين، وناس بتقول لي عمدة، او انا محمد عماد الدين عمدة. الهدف من المشروع ده هو ان انا اطلع اللي جوايا وبس، مش اكتر. انا هنا جاي اتكلم وخلاص. فاهلا وسهلا مرحبا بيك في حلقه جديده ويوم جديد. عايزك تتفائل بالخير. التفاؤل بالخير هي الحاجه الوحيده اللي هتخليك تنجح في حياتك، اللي هتخليك تعيش حياه مستقره امنه سويه سليمه عاديه طبيعيه صحيه دينيه. فخليك انت البسمه الحلوه اللي تفرح الناس، بدل انك تاذيهم وتضرهم، وبدل انك تزعلهم وتضايقهم. فرح نفسك واسعد نفسك ودور على مصلحتك وخلي بالك من نفسك. وانت في الطريق ساعد الناس واعمل خير وفرح الناس واسعد الغير. والناس المحترمين مش بيجيبوا في سيرة غيرهم، سواء بالخير او بالشر. الناس المحترمين والجدعان والصح والناس اللي مية مية عمرهم ابدا ما بيشغلوا بالهم بغيرهم، سواء قالوا ايه او عملوا ايه او لبسوا ايه او نجحوا او تفوقوا او سافروا او ولدوا او اتجوزوا او طلقوا. مالكش دعوه بحد، ركز بس في مصلحتك، ركز في ورقتك، ركز في الورقه بتاعتك. انت الحياه دي عباره عن امتحان. لو شغلت نفسك بالناس وخليت الناس تنشغل بيك، كده كده الناس هتنشغل بيك، وكده كده الناس سايبه شغلها وسايبه مشاغلها وعماله تنشغل في شغل غيرها وعماله تنشغل في مشاغل غيرها. فاللي انا عايز اوصله لك، ركز مع نفسك انت وبس. محدش هيشيل شيلتك غيرك، انت الوحيد اللي هتشيل شيلتك. الشيله تقيله، ايوه، ايوه طبعا الشيله تقيله، والليله طويله، والدنيا مش جميله، واحنا كلنا رايحين في 60 نيله. حرفيا بكل معنى الكلمة احنا كلنا متبهدلين، كلنا بنعاني، وكلنا قرفانين، وكلنا زعلانين، وكلنا مخنوقين. وبس كده خلصنا الحلقة. لو عجبك المحتوى اشترك في القناة وفعل الجرس، وتابعنا على انستجرام وتابعنا على تيك توك، واعمل لايك وكومنت وشير، واستناني في يوم جديد وحلقة جديدة من مساء الخير يا عمدة. وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن وهيعجبكم اكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما انسى، احب اشكر كل الناس اللي بتشوفني، كل الناس المشتركة في القناة، كل الناس اللي مفعلة الجرس، كل الناس اللي متابعانا على انستجرام، كل الناس اللي متابعانا على تيك توك، والناس المحترمة اللي بيبعتوا لي رسائل. بحبكم في الله. سلام. ابعد عن الناس المتشائمين، ابعد عن الناس السلبيين، ابعد عن الناس التقليديين، ابعد عن الناس المعقدين، ابعد عن الناس المتخلفين، ابعد عن الناس الإحباطيين والسلبيين والسالبين والناس السلبية والناس السالبة. الناس اللي كل كلامهم الظروف وحشة، الدنيا وحشة، الناس وحشة، الأوضاع وحشة، الحياة وحشة، كل حاجة وحشة، كل شيء وحش، كل حد وحش. ابعد عن الناس دي على قد ما تقدر، لان الناس دي هتسحلك معاها وهتدخلك معاها في متاهات وحوارات واشتغالات وافتكاسات، لحد ما تبقى مش نافع، لحد ما انت تبقى مش نافع، لحد ما انت تبقي مش نافعه. الحياه صعبه، الحياه صعبه قوي، وكل يوم بتبقى اصعب من اليوم اللي قبله. فانا هنا مش جاي اعقدها عليك، ما تصعبهاش على نفسك، لان الحياه كده كده صعبه. انا هنا مش جاي اقول لك تحفيز نفس ولا تطوير الذات ولا تنميه بشريه، لان كل الكلام ده مش بياكل عيش مع الناس، وما اكلش عيش مع الناس قبل كده. انا هنا جاي اقول لك فوق ودور على مصلحتك. خليك اناني ودور على مصلحتك انت، بلاش تقعد تجري وتعمل مصالح الناس وتسيب مصلحتك. مصلحتك هي اهم حاجة في الدنيا دي. فكك من الناس وركز مع نفسك. خليك مشغول من اول ما تصحى من النوم لحد ما تنام، لان محدش هينجحك ومحدش هيقف جنبك غير نفسك في الاول وفي الاخر. حافظ على الصلاة، صلي بس صلي بجد. ما تبقاش الصلاة بالنسبة لك عادة، حاول تخلي الصلاة عادة، وبعد كده هتبقى بالنسبة لك عبادة. الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني المفروض ان الصلاة دي تنهاك عن الغلط وعن الحرام وعن العيب وعن الفحشاء وعن المنكر. ابعد عن الناس اللي عندها الغيبة والنميمة، زي اللي بانة في لسانها. الرجالة ما بتاكلش البانة، الرجالة ما بتاكلش البانة. والستات المحترمة
مش بتاكل لبانة في الشارع، والناس المحترمين مش بيجيبوا في سيرة غيرهم سواء بالخير أو بالشر. الناس المحترمين والجدعان والصح والناس اللي مية مية عمرهم أبدا ما بيشغلوا بالهم بغيرهم، سواء قالوا إيه أو عملوا إيه أو لبسوا إيه أو نجحوا أو تفوقوا أو سافروا أو ولدوا أو اتجوزوا أو طلقوا. مالكش دعوة بحد، ركز بس في مصلحتك، ركز في ورقتك، ركز في الورقة بتاعتك. انت الحياة دي عبارة عن امتحان، لو شغلت نفسك بالناس وخليت الناس تنشغل بيك كده كده الناس هتنشغل بيك، وكده كده الناس سايبة شغلها وسايبة مشاغلها وعمالة تنشغل في شغل غيرها وعمالة تنشغل في مشاغل غيرها. فاللي انا عايز اوصله لك، ركز مع نفسك انت وبس، محدش هيشيل شيلتك غيرك، انت الوحيد اللي هتشيل شيلتك. الشيلة تقيلة، ايوه طبعا الشيلة تقيلة، والليلة طويلة، والدنيا مش جميلة، واحنا كلنا رايحين في 60 نيلة. حرفيا بكل معنى الكلمة احنا كلنا متبهدلين، كلنا بنعاني وكلنا قرفانين وكلنا زعلانين وكلنا مخنوقين. فخليك انت البسمة الحلوة اللي تفرح الناس.